يا مساء الفل عليكم. لو انتوا من عشاق الرقاق المصري وبتحبوا تعملوه في البيت بس مش بيظبط معاكم ومش بيطلع معاكم زي ما انتوا عايزين، فالنهارده جايه اقول لكم ازاي تعملوه بطريقه سهله وبسيطه ويطلع معاكم مورق وطبقاته طريه من جوه ومقرمش ولونه ذهبي من بره زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. شايفين قد ايه شكله ولونه حلو؟ وكمان عايزه اقول لكم طعمه خطير، واوعدكم لو جربتوا الوصفه دي مش هتاخد منكم اكتر من نص ساعه في المطبخ. يلا بينا نبدا الفيديو. هتلاقوني كاتبالكم كل المكونات الخطيره دي في الكابشن بالتفصيل. في بان تكون سخنه على النار هنحط معلقه من الزبده، هنسيحها كويس قوي لحد ريحتها ما تطلع. ننزل عليها بنص كيلو من اللحمه المفرومه ونفضل نقلب فيه كويس قوي لحد ما يستوي. هننزل بالثوم والبصل ونقلب لحد ما كله يمتزج ببعضه واللحمه تكون مستويه ولونها ذهبي معانا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ بعد كده هنحط عليها التوابل كلها مرة واحدة، وهنحط كمان ملح وفلفل وكاتبالكوا التوابل بالتفصيل في الكابشن. هنقلب كويس قوي كل ده مع بعضه لحد اللحمة ما تدخل في التسوية وريحتها تطلع كده وتملى المكان كله. هنركنها بقى على جنب، وفي صينية تكون ليها حروف من الجنب بالشكل ده هنحط لتر من الحليب كامل الدسم وعليه لتر كمان من مرق اللحم، ولازم طبعا يكون كل ده سخن. هنحط معلقه من الزبده وده مهم جدا وهيخلي طعم الرقاق جميل جدا. عندي صينيه هنغلفها بالسمنه ونحطها في الفريزر وهقول لكم ليه اسفل الفيديو. هنجيب اول واحده من الرقاق ونغرقها او نغطسها باللبن زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وما نسيبش ولا حته في الرقاق غير لما نغرقه باللبن ونتاكد ان الرقاق طري معانا وبقى طري وسهل ان احنا نحطه ونحط عليه طبقات تانية. هنفضل بقى نعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت اول واحده واخدت تاني واحده وعملتها بنفس الشكل، فضلت اقلب فيها كده في الحليب، ولازم طبعا الحليب والمرق يكونوا سخنين جدا علشان الرقاق يطرى معانا ويكون سهل ان احنا نفرده في الصينيه ونحط طبقات على بعض. هنفضل نقلبها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده ونغرقها بقى بالحليب، وهنحط طبقتين من الرقاق وهنحط عليهم طبقة من اللحمة المفرومة وهنحط كمان طبقة من الرقاق، وهنرجع نعمل طبقة من الرقاق كمان نغرقها زي ما انتوا شايفين كده باللبن ونحطها بقى على الطبقة التانية. بين كل طبقتين هنحط طبقة من اللحمة المفرومة، وممكن تستبدلوا اللحمة المفرومة بأي حشوة تكون متوفرة عندكم لو انتوا حابين. هنحط طبقة خفيفة جدا من اللحمة المفرومة وهنضغط عليها كويس قوي علشان كل حاجة تتماسك في بعضها. هناخد كمان طبقة من الرقاق ونغرقها باللبن ونحطها على اللحمة المفرومة، ونرجع تاني ناخد طبقة من الرقاق ونغرقها باللبن ونحطها برضو على الطبقة دي. وما تخافوش لو الرقاق متكسر معاكم، كل ده هيتعالج في الآخر واحنا بنحط الطبقات على بعض وبنضغطهم. كل ده هيتعالج في الآخر ومش هيبان انها متكسرة ولا اي حاجة خالص. هنحط طبقة من اللحمة المفرومة وهنجيب واحدة كمان من الرقاق ونحطها. شايفين بقى دي متكسرة معايا ازاي؟ بس كل ده مش هيبان خالص في الاخر. هحط اخر طبقة ولازم تكون اخر طبقة متساوية معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد شوية من الحليب واحطه على الرقاق علشان اتأكد ان الرقاق اتشرب من الحليب كويس قوي. هدهن بقى اخر طبقة بالسمنة وده مهم جدا علشان تاخد لون ذهبي ولون حلو من بره. هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة 200. الفرن ده انا سخنته قبل ما ابدأ في الرقاق. هنسيبها من 20 ل 25 دقيقة على حسب حجم الصينية بتاعتكم. طلعت بقى من الفرن وحبيت ان انا اوريها لكم واوريكم هتطلع معايا بكل سهولة ازاي. شايفين طلعت معايا بكل سهولة. كل ده علشان غلفنا القالب قبل ما نبدأ. هنحطها بقى في طبق التقديم الجميل الخطير ده. ودلوقتي بقى حبيت ان انا اقطعها واوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. شايفين بقى طبقات مورقة واللحمة ماسكة فيها ولونه حلو قوي ومقرمش ولونه ذهبي من بره. زينته بقى بشوية من الشبت الأخضر. اعملوا الوصفة دي، متأكدة إنها تعجبكم جدا. لو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بشير ولايك للفيديو، وألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل سنة وانتوا طيبين.